عالم الإنسان هاوارد ريد وعالمة الآثار المصرية جوان فليتشر في اليمن بحثا عن مومياءات تعود إلى زمن الملكة بلقيس الأسطورية. المكان صحيح، يوجد منحدر بسيط تحته. عثرا على قبور محفورة في الصخور على جوانب الجرف، لكن للوصول إليها يحتاجون إلى مساعدة اختصاصية. هير بليجر وريكو ميليدي متسلقان أمريكيان وصلا توا من كاليفورنيا للانضمام إلى فريق هاوارد. إنه كذلك. انظر إلى سماكة الجثة على هذا الجدار وعلى السقف، إنها حجارة محفورة اسودت بسبب استخدامهم المشاعل كما يمكن أن نتخيل. كانوا يعملون على ضوء المشاعل، يكون هناك سخام أسود على السقف ثم يدخل الرجل كي يزينه. هذا أمر معقد جدا، إنه مكان رائع للدفن. يمكن أن تكون هذه عائلة كبيرة أو عدة أجيال كما أظن. أجيال عديدة من الأرستقراطية المحلية. نعم، يمكننا القول إن هذه عملية معقدة جدا. معقدة كثيرا. صحيح. هؤلاء ليسوا مجرد عوام يضعون موتاهم في كهف طبيعي. أنت محق. لقد اتسع له. لقد نام. هذا جميل جدا، أشعر برغبة في النوم. يوحي أول كهف أنهم كانوا يهتمون كثيرا بحفظ موتاهم، وقد طوروا ثقافة صنع مومياءات معقدة. في مكان أبعد عثر هاوارد على كهف مثير للاهتمام له فتحتان. هذه هي البوابة الأصلية، لكن يبدو هذا كنظام تحصين. هذا هو المدخل الرئيسي. يمكن سدها بقطع خشبية وتصبح مختومة وسليمة. أمسك هذا من فضلك. انظر، كتابات. يا إلهي، انظروا إلى هذا. هذا لا يصدق. هذا هو اسم الجثة التي دفنت هنا. هذا تصور، قبرها. جثة ذات اسم. هذا مذهل. النقش الذي هنا ماذا يقول؟ عم وآر. هذا شبيه بشكل قديم من الكتابة في جنوب شبه الجزيرة العربية يعود إلى نصف قرن قبل الميلاد، ما يعني أن تاريخ المومياءات يعود إلى أكثر من 2000 سنة، حين كان هذا الجزء من اليمن معروفا باسم سبأ أو شيبة أرض بلقيس. ممارسة التحنيط اليمنية لم تكن تطورا مباشرا من مصر. لقد كانوا على صلات قوية مع مصر، لكن الإجراءات بحد ذاتها تشير إلى ثقافة أساسها محلي تم تطويرها، لذا فقد كانت حضارة معقدة تصنع المومياءات. بدأت الفحوص المخبرية الآن تؤكد وجهات نظر الفريق، حيث كشفوا عن تقليد صنع مومياءات جديد. إن المومياءات المكتشفة في اليمن تعيد كتابة التاريخ، فاحتكار ثقافة صنع المومياءات من قبل المصريين القدماء قد انتهى. توحي الأدلة بأنهم كانوا سكان مدن متعلمين ولديهم صلات تجارية مع حضارات عظيمة في العالم القديم. ثروتهم أتت من التوابل، وهي مواد سحرية ثمينة يعتقد أنها تحفظ جثث موتاهم. أشخاص ربما آمنوا بالحياة بعد الموت والبعث والقيامة، ويبدو أنهم أرادوا أن تبقى جثث أحبائهم إلى الأبد في ملاذهم الكهفي الجرفي. هذه الحملة الأولى إلى جبال وصحارى شبه الجزيرة العربية هي مجرد نقطة بداية، لكنها بدأت عملية مذهلة من الكشف عن مومياءات سبأ السرية. والفأر كان من عمر المومياء، لذا ربما وضعه صناع المومياء هناك، لكن سبب قيامهم بهذا قد لا نتمكن من معرفته.